يا مساء السعادة على قلوبكم الجميلة، ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا النهاردة نعمل مربى فراولة أحلى من المربى بتاعة الشركات وبطريقة حلوة جدا. هقولك كل الخطوات اللي تطلعي مربى طعمها وريحتها يا نهار أبيض خطيرة جدا جدا. كل الأسرار هتعرفيها في الفيديو بتاعنا، بس ما تنسيش تحطي لايك وشير وكومنت حلو كده جميل. كومنتاتكم بتسعدني وتفرحني، واوعي تنسوا تقولولي بتتابعوني من أي دولة. يلا بسرعة بقى استغلوا الموسم، الفراولة في السوق بأسعار فعلا تحفة جدا، أسعارها رخيصة ومش غالية وبجد حلوة. يلا نعمل بقى كمية كده حلوة ونخزنها من السنة للسنة من غير ما تبوظ ولا يجرالها أي حاجة خالص، ومن غير ما نحط فيها مواد حافظة. أنا هنا جبت 5 كيلو من الفراولة، والفراولة بالشكل ده لازم تكون كده الفراولة سليمة وما فيهاش أي حاجة بايظة. هجيب بقى طبق كبير وهملاه مية وهنزل بالفراولة بتاعتي واحط عليهم معلقة من البيكنج باودر او البيكنج صودا اللي موجود عندك، الاتنين هيدوني نفس النتيجة. وكمان هحط عليهم شوية كده من الخل وهقلبهم وهسيبها كده 5 دقايق علشان خاطر تنزل لي الرملة وتنزل بقى لو فيها اي اتربة او اي حاجة. انتوا عارفين ان الفراولة دي من الحاجات اللي بتشيل كمية رمل رهيبة جدا، فطبعا بتبقى محملة بالميكروبات، فنتخلص منها. نغسلها حلو ونشيل القمع دوت ونغسلها كذا غسلة كده لحد لما المية بتاعتها تبقى نظيفة ما فيهاش اي اثر للرملة خالص. يلا بقى نجيب حلة كده كبيرة علشان خاطر لما نيجي نحطها على النار ما تفرشي وتبهدل الدنيا. هقطعها كده مكعبات، انت عايزة تحطيها صحيحة براحتك خالص، تقطعها انصاف اللي يريحك، بس الفراولة حجمها كبير فانا هقطعها مكعبات. قطعت الكمية اللي معايا كلها، وعلى الكمية دي هحط كيلو من السكر، مش هكتر عن كده. الفراولة على ما بننضفها، انا ال5 كيلو على ما نضفتهم بقوا حوالي 4 كيلو كده وشوية. تمام كده هحط عليهم كيلو سكر، يعني كل كيلو فراولة بياخد معايا 250 جرام من السكر، وده السكر اللي مظبوط. نص كيلو سكر على كيلو الفراولة بيخليها مسكرة جدا جدا يا جماعة، ونفسكم هيجزع منها مش هتقدروا تاكلوها، فده السكر المظبوط. هحط كمان عليهم باكو من الجيلي الفراولة، وده بقى السر اللي هيديني اللون ويديني الريحة وطعم تحفة جدا. هيعزز النكهة بتاعت الفراولة واللون كمان، لان انتوا عارفين الفراولة من الحاجات اللي لما بتترفع على النار وتشم درجة الحرارة فتبصوا تلاقوها لونها فتحي كده وبقى لونها بينك خفيف. نحطها بقى على النار، واول لما تغلي غلوتين هنشيل الريم ده، ودي خطوة مهمة جدا علشان خاطر تضمني ان الفراولة بتاعتك تطلع مظبوطة وكمان تقدر تعيش معاكي من السنة للسنة في التلاجة من غير ما يجرالها اي حاجة خالص. بعد ما نشيل الريم بقى هنبتدي ان احنا ننزل بعصير ليمونية ونقلبه ونسيبها على نار هادية لحد لما تستوي معانا ويبقى هو ده القوام. علشان تختبري قوام الفراولة وتعرفي ان هي كده استوت وبقت مظبوطة، على طبق او على الكبشة ظهر الكبشة تمشي صباعك كده بالخط، لو الخط فضل زي ما هو يبقى الفراولة بتاعتك كده استوت وبقت تمام. لكن لو رجع رحم تاني على بعضه يبقى الفراولة بتاعتك لسه سايبة ولسه فيها سوائل ومحتاجة تستوي شوية كمان على النار. فدي طرق مهمة جدا للفراولة بتاعتنا علشان تطلع مظبوطة. استوت الفراولة وبقت تمام والقوام ما شاء الله واللون تحفة. نجيب بقى البطرمانات، واهم خطوة من الخطوات اللي بنقول عليها ان البطرمانات بتاعتنا تبقى مغسولة ومتعقمة كويس جدا، ما ينفعش يكون فيها ولا نقطة مية. لو البطرمان بتاعك مبلول او فيه مية او مندي حتى الفراولة هتعفن وهتبوظ منك على طول. فلازم يكون البطرمانات نضيفة ومتنشفة ومتعقمة كويس جدا. لو عندك ميكروويف اغسلي البطرمانات وحطيها في الميكروويف، وبعد كده نصب على طول الفراولة بتاعتنا. هنسيبها عريانة، مش هنغطي البطرمانات لحد لما تهدى خالص وتبرد. بعد كده نقفل البطرمان بتاعنا كويس واحتفظوا بيها بقى في التلاجة، هتقعد معاكم من السنة للسنة بجد تحفة جدا. شايفين القوام؟ عايزة اقول لكم بقى قوامها وريحتها وطعمها والله العظيم حكاية احلى مليون مرة من المربى بتاعت الشركات. اعملوها واستمتعوا بيها، رمضان داخل علينا وهتحتاجوها، وبعد رمضان سندوتشات للمدارس او فطار ليكوا، وبألف هنا وصحة عليكم. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، واقول لكم اسيبكم في رعاية الله ومع الف سلامة، وكل سنة وانتم طيبين.